عمرك فكرت مين أول واحد اكتشف إن عينك بتشوف؟ أسأل واحد عاش من 1000 سنة لكنه شاف النور أوضح من ناس كتير دلوقتي. ابن الهيثم. أنا طول عمري بسمع اسمك في الكتب بس عمري ما تخيلت إني هتكلم معاك بنفسي. أنا الحسن بن الهيثم، والناس دلوقتي بتسميني أبو البصريات الحديثة. كل اللي كنت بحاول أعمله إني أفهم حاجة واحدة، هو العين هي اللي بتطلع نور ولا النور هو اللي بيدخل جوه العين؟ قفلت على نفسي أوضة مظلمة وعملت فتحة صغيرة في الحيطة وسبت النور يعدي. لقيت المنظر اللي بره بيترسم جوه الأوضة مقلوب. ساعتها فهمت إن عينك بتستقبل الضوء مش هي اللي بتطلعه. معنى كده إن الكاميرا اللي موجودة في موبايلاتنا مبنية على نفس الفكرة اللي أنت عملتها في الأوضة المظلمة. نفس الفكرة تقريبا، بس انتوا صغرتوا الأوضة المظلمة دي وحطيتوها جوه كاميرا في جيبكم. طب هل حقيقي فعلا زي ما بيقولوا إن أنت ادعيت الجنون؟ الخليفة في القاهرة طلب مني أروض فيضان النيل. رحت بصيت ودرست المكان واكتشفت إن اللي هو عايزه مستحيل في زماننا، ولو كنت قلت له كده صراحة رقبتي كانت هتطير. وقررت تعمل إيه؟ فاضطريت أمثل إني مجنون. حبسوني في البيت سنين، بس جوه الحبس ده كتبت أهم شغلي في البصريات والرياضيات. كل مرة تفتح فيها الكاميرا، تلبس نظارة أو تبص في شاشة، أنت بتستخدم قوانين نور وعدسات كنت بحاول أفهمها من 1000 سنة. العلم مش أرقام ومعامل بس، ساعات بيبقى إنك تعترف المشروع ده مش هينفع دلوقتي بس الفكرة دي تستاهل أكمل وراها للآخر. يعني عشان نتصور ونعمل ريلز وفيديوهات زي اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي، في واحد من 1000 سنة اضطر إن هو يعمل نفسه مجنون عشان يكمل أبحاثه. أعتقد إنك لازم تعمل له لايك وسبسكرايب